السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات صابرة. اليوم جبت لكم اللحم بالبرقوق، كيجي مدغمر، كتجي المريقة بحال ديال العراس، كيجي من واحد المذاق كيجي زوين بزاف. اللحم شارب العطرية، وتبعوا الفيديو غتعرفوا النصائح كامله ديال هاد المرقه هذه اللي كتجي مدغمره ولذيذه. هنا عندي واحد الكميه ديال اللحم، قياس كيلو ديال اللحم. عندي هنايا زعفران شعره اللي درته في واحد الكاس ودرت عليه شويه الماء طيب. عندي 4 كاس تاع زيت الزيتون، عندي بصله متوسطه، عندي نص معلقه كبيره ديال السمن، وعندي ربيطه ديال المعدنوس. في العطريه عندي 2 عويدات ديال القرفه، عندي المروزيه ديال اللحم انا غنوريها لكم، عندي راس معلقه ديال البزار، وعندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي. بالنسبه للمروزيه اللي قلت لكم هي هذه، عندي قعقله وبسيبيسه، دوك الحبيبات الصغار الخضرين هذيك هي قعقله، وهاد الحمراء هذه هي بسيبيسه، وديك الكحله النجيمات هذيك باديانا. هذه هي المروزيه ديال اللحم، كتخلي كتجي ديك المريقه ديال بحال ديال العراس، كتجي بحال ديال العراس، كتجي لذيذه. ما نقولش لكم عليها. كتشدوا هذيك الكميه بحال هكايا شويه من الحاجه، كطحنوها صافي، وكديروا منها معلقه صغيره. انا درت منها معلقه صغيره صافي. كما كتشوفوا عندي هنايا الكوكوز، درت فيها العطريه اللي ذكرت معاكم، ديك نص معلقه كبيره ديال السمن صافي. وغنشرمل هاد اللحم ديالنا. بالنسبه للملح انا هنا ما درتش الملح، غنخلي الملح هي الاخرى. الا جيتو درتو هنايا الملح وخليتو اللحم ديالكم غيطلق لكم اللحم غيطلق لكم داك الدم اللي كيكون في اللحم، غادي يتصفى منه وغادي يخرج. نصيحه ما ديروش الملح دابا، حتى كتبغيو ديروا الطنجره فوق البوطه عاد ديروا الملح ديالكم صافي. هنايا راني هذا شرملته وغنخليه واحد 10 دقائق، ما نخليش مده اللي هي طويله. كيف ما كتشوفوا هنايا راني غنزيد عليه ديك القبيطه، درت شويه ماشي بزاف، ما تكثروش الربيع. ونصيحه حتى للربيع ما تقطعوش باش المرقه ما تجيكمش خضراء، والبصله ما تشلضوهاش. من الاحسن ديروها بحال هكايا. انا هذيك البصيله قسمتها غير على 6 القردات اللي درت ليها، ما شلطتهاش، وكتذوب وكتجي المريقه معلكه، ما كتجيش هذيك البصله كاع باينه كاع. هنايا زدت واحد 2 معالق ديال المزهر، انا درت ليه المزهر. هاد اللحم كيطيب بالمزهر كيجي زوين، ومعلقه ديال الزبده، ودوك العويدات ديال القرفه. بالنسبه للثومه انا ما درتش ليه الثومه. من الاحسن الا كنتم طيبين بالمزهر ما ديروش الثومه، الا ما كنتوش دايرين المزهر ديروا الثومه، ولكن بالمزهر كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ صافي. وكتسدوا على الطنجره ديالكم. بالنسبه للحم ما كنقليهش، من الاحسن ما تقليوش اللحم ديالكم صافي، غير ديروا ليه الماء الكافي وسدوا عليه الطنجره وحطوه فوق البوطه يطيب صافي. غندوز معكم هنايا البرقوق. انا عندي واحد الكميه ديال البرقوق، عندي 4 هنا ديال البرقوق، غسلتها مزيان صافي. زدت عليه واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، و2 معالق ديال المزهر صافي. وكنديروا ليه الماء الكافي اللي غادي يطيب. من الاحسن ديروا ليه كلشي في خطره وردوه يطيب. هو كيطيب وهو كيتعسل، كيجي مذاقو زوين بالمزهر. كيف ما كتشوفوا اللحم ديالنا ها هو طاب. غنحيدو داك الربيع اللي درنا ليه، ديك القبيطه غنحيدوها. وبالنسبه للزيت انا راه الزيت ما درتوش ليه في المره الاولى، حتى كيطيب اللحم عاد ديروا الزيت باش هذاك اللحم يجيكم شارب العطريه ويجي مذاقو اللي هو زوين صافي. كنزيدوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده. هاد المعلقه ديال السكر سنيده هي اللي غتعلك لينا اللحم وغتخليه يجي محمر ويجي مدغمر صافي. وكنحطوه فوق البوطه، كنفسوا الغلاقه ديال الكوكوت ما كنسدوهاش، كنخليوها محلوله شويه
صافي وكنخليوه يبقى بحال هكا يتربخ حتى كتدغمر المريقه ديالنا وكتجي معلكه وكتجي ديك الزويته واقفه. كيف ما كتشوفوا راه كتجي المريقه ديالو خاتره وكتجي والمذاق ما نقولش لكم عليه، راه كيجي زوين زوين زوين. المذاق ديالو كتجي بحال ديال العراسات. صافي هنا كنحطوا اللحم ديالنا في الطبسيل. هنايا البرقوق درت ليه واحد شويه ديال الجلجلان محمر صافي وكنزوقوا به الطبق ديالنا، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش اللي ما عمرها طيبات بحال هكا المرقه ديال العراس تستافد. بالنسبه للمبتدئات تستافد من هاد النصائح اللي عطيتكم. راه الطريقه كتجي راه هي ساهله وبسيطه وكتجي لذيذه وكتجي زوينه بزاف، وكنتمنى تجربوه. اللحم كيجي طيب كيجي فتي، المريقه كتجي معلكه. كنتمنى الصراحه كنتمنى تجربوه بهاد الطريقه هذه، راه كيجي زوين بزاف بزاف وبالصحه والراحه. وكنتمنى ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وباللايكات ديالكم فضلا وليس امرا. شكرا لكم بزاف.